عارفين ليه الإسماعيلية بتتلقب بعروس القناة؟ مش بس عشان جمالها وهدوءها، لكن كمان عشان التراث اللي لسه عايش فيها لحد النهاردة. في الإسماعيلية التراث مرتبط بالبحر والقناة، الصيادين هناك ليهم طابع خاص، أغانيهم عن البحر والشط والمركب بتحسسك إن كل كلمة طالعة من قلب الموج. ومن أشهر التراث الموسيقي في المنطقة دي أغاني السمسمية اللي اتغنت أيام المقاومة ضد الاحتلال، واللي لحد دلوقتي بتتعزف في الأفراح والتجمعات الشعبية. حتى اللبس له طبعه، الصيادين بيلبسوا جلاليب بسيطة وألوانها قريبة من البحر والرملة، والأكل السمك المشوي طبعا على الجريل. وسط الجو ده بيكون ليه طعم مختلف تماما. الإسماعيلية مش مجرد مدينة على ضفاف القناة، دي حكاية طويلة من فلكلور موسيقي، عادات بحرية وأجيال بتنقل سر البحر من جيل لجيل. دلوقتي لو رحت هناك هتجرب تسمع السمسمية لايف ولا هتعيش التجربة مع الصيادين على المركب؟